النهاردة أنا جاي أكلمكم على برنامج الصراحة من أجمل وأحسن وأخطر البرامج اللي أنا استخدمتها في حياتي. والبرنامج ده حرفيا هو مغارة أدوات الذكاء الاصطناعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي. وأنا الصراحة سبب من الأسباب اللي أنا ما اتكلمتش عن البرنامج ده قبل كده، وهو إنه للأسف يعني مش لكل الناس. للناس اللي هي لازم يكون عندها جهاز قوي، لازم يكون عندها جهاز يعني في جرافيك مثلا، أو يعني كارت جرافيك جي بي يو مثلا. نقول عندك من الار تي اكس 40 50 30 60، الحاجات الحلوه دي اللي بص انت لازم تلعب في الار تي اكس، فاهمني؟ يعني انا الجيل الاول تقريبا اللي هو 2070 سوبر، انا عندي كارت ار تي اكس 2070 سوبر، وحرفيا مش عارف اشغل كل الادوات اللي عليه، فاهمني؟ يعني مش كله ده، انا مش عارف اشغل حتى ربع الادوات او 1% من الادوات اللي عليه. بس لازم تكون عندك كارت قوي. يعني انت بتلعب عندك بقى في اللي هو الجيل الثاني او الثالث الرابع الخامس دلوقتي، طبعا اللي هو ال 50 80 الحاجات الضخمه دي، 50 60 الحاجات اللي تجنن الواحد دي. ربنا يرزقنا يعني بحاجه زي كده ان شاء الله. لازم يكون عندك الفي رام عالي قوي بتاع اللي هو الايه بتاع الكارت يعني. طيب ولازم كمان في عصر الاي اي اللي احنا فيه لازم يكون الكارت كمان فيه اللي هي الشيب اللي بتدعم الاي اي او الذكاء الاصطناعي اللي موجوده جوه الكارت، لانها تسهل عليك دنيتك بشكل اكبر. بس عموما يعني تقدر ان انت تجرب البرنامج ده، لان في بعض الادوات اللي داخله تقدر ان انت تجرب عليها يعني او في بعض يعني البرامج او النماذج اللي جواه تقدر ان انت تشغلها عادي على الاجهزه العاديه. هي هتعاني شويه بس عادي برضو، تمام؟ يعني بيزق معاك الليله. النهارده انا جاي اكلمك على برنامج بينوكيو. ايه برنامج بينوكيو ده يا عم الحاج؟ البرنامج ده حرفيا هو وظيفته ان هو بدل ما انت تروح وتحمل ادوات الذكاء الاصطناعي من المصادر الرسميه الخارجيه اللي هي اساسا تثبيتها معقد زي ستيبل ديفيوجن ومليون حاجه تانية، يعني حرفيا بص في مليون نماذج ذكاء اصطناعي زي مثلا اللي هو الوين 2.1 اللي هو بتاع علي اكسبريس، علي بابا، اسمع مش علي اكسبريس، علي بابا اللي هو بتاع كوين او كوين، وحاجات تانية كتير. حرفيا ده بيسهل عليك الدنيا، بيقول لك ان انت تقدر تثبتهم عندك لوكال بس باستخدام البرنامج ده لانه سهل جدا في التثبيت. نروح بقى دلوقتي للشرح، هسيب لك انا الرابط بتاعه تحت في الوصف. هتيجي هنا عندك طبعا على الموقع زي ما انت شايف ده هيكون شكله. هنا بيوريك كل نماذج الذكاء الاصطناعي اللي انت شايفها دي دلوقتي. طب نروح بقى دلوقتي يا سيدي عندي على الداونلود، وطبعا هنا بيقول لي ان انا اقدر احمله عندي على 3 انظمه تشغيل، ويندوز ماك لينكس. اختار عندي ويندوز. بعد كده طبعا بيقول لي هنا داونلود، هروح هنا جاي عندي محمل البرنامج. تحميله سهل جدا مش صعب خالص. فتح دلوقتي دايس عندي دبل كليك عشان افتح البرنامج. هيتثبت معايا بالطريقه العاديه والتقليديه. بعد ما يتثبت معاك هيظهر معاك بالشكل ده. هقول له طبعا الله وانتظر. طبعا هنا بيقول لك لو انت حبيت ان انت تشغل عندك الدارك شغل الدارك احسن عشان برضو يكون ايه احسن. هعمل عندي سيف. ودلوقتي يا سيدي خلاص انت كل اللي هتعمله ان انت فقط هتنتظر لحد اما البرنامج يتثبت معاك. تمام، دلوقتي اتثبت سهل جدا التثبيت بتاعه. روح هنا عندي على الديسكتوب زي ما انت شايف. طيب دلوقتي عندي هنا بيقول لي ان انا يعني فيزيت اللي هو الديسكفر بيج، او ان انا اروح عندي على الواجهه او الصفحه بتاعه الادوات الذكاء الاصطناعي افتراضا. طبعا انا في نماذج بحبها ودايما بستخدمها، في نماذج انا عارف ان جهازي بيشغلها ودايما بستخدمها، الا بقى بعض التحديثات ممكن مثلا التحديث الخاص بالنموذج ده للاسف يجي يعطل لي الدنيا وللاسف ما يشتغلش بسبب ان انا زي ما قلت لك ان انا عندي كارت للاسف ضعيف شويه. افتراضا يعني عندك هنا يا سيدي اللي هو اوبن اوديو ده مثلا، حابب تعرف الاوبن اوديو ده بتاعي، عندك هنا مثلا زي ما انت شايف اجي انسخ ده او اجي اعمل كوبي. عموما تحويل النص الى كلام متعدد اللغات مع استنساخ الصوت، تمام؟ يدعم الانجليزي واليابانيه والكوريه والصينيه والفرنسيه والعربيه والاسبانيه زي ما انت شايف. طب دلوقتي هاجي عندي انا محتاج اثبته ازاي؟ طبعا انا عندي ده هنا يقول لي ده اللي هو الكود المصدري بتاعه. يعني عندك انا طبعا ده الكود المصدري الاصلي، وده بتاع اللي هو الايه اللي هو بينوكيو، تمام؟ اللي هو الكود المصدري بتاع بينوكيو على جيت هاب. فانا اروح هنا عندي على اللي هو الكود المصدري الحقيقي ده، عندي النموذج زي ما انت شايف، تمام؟ هنا طبعا ده النموذج اللي انا هستخدمه زي ما انت شايف. حرفيا متفوق على بعض الحاجات زي 11 اللي هو 11 فلاش اللي هو الفي 2.5 وميني ماكس اللي هو السبيك اللي هو الاو 2 وحاجات تانية كتير، تمام؟ زي ما انت شايف. طبعا تقدر ان انت تقراه بس ده مش موضوعنا ان انا ايه مش هشرحه لك، يعني ده نماذج كتيره جدا يعني. فاجي هنا عندي على جيت اللي هو انستول، وطبعا زي ما انت شايف ما تلعبش في اي حاجه، هدوس هنا عندك على انستول وهتنتظر معاك لحد اما يثبت. تثبيته بياخد وقت، يعني تثبيت كل نموذج بياخد وقت، فحط في اعتبارك ان انت هتقعد جنبه شويه حلوين. فانا عموما هسيبك دلوقتي واي حاجه تحصل كده في النص هرجع لك تاني.
دلوقتي خلص كل اللي هعمله، هاجي هنا عندي على داونلود. هو خلص على فكرة تحميل، وانت ما بيبقاش فيه تدخل منك على فكرة يعني، الا بس ان انت بتظهر عندك على الصفحة بتاعت اللي هو الايه بتاعته وتعمل الله وخلاص انتهى الموضوع يعني. فهنا عندك زي ما انت شايف ان هو خلص. اجي هنا عليه. طبعا في بعض الاحيان في بعض النماذج بيطلب منك ان انت ممكن تقفل عندك البرنامج وتفتحه تاني. يعني في بعض البرنامج مثلا ممكن يعني يطلب منك ان انت تقفل الصفحة دي او اللي هو البرنامج وتفتحه تاني. ده في بعض النماذج، بس في النماذج الاخرى لا، انت مجرد ما انت بتخش عندك على البرشيء اللي انت يعني سجلته او البرنامج اللي انت حملته بيدخل معاك اوتوماتيك بدون اي تدخل منك. تمام. فهننتظر بس عندنا لحد ما يخلص، واول لما يخلص هيظهر لك رساله كده بيقول لك ان هو انتهى يعني، بس هو لسه الى الان بيكمل تثبيت، فهننتظر لحد ما يخلص. زي ما انت شايف ان هو دلوقتي خلص معايا وظهر معايا بالشكل ده اللي هو عندك في الاوبن ويب فيو اللي هو اليوزر انترفيس. تمام. طيب هنا طبعا بيقول لي انبوت تكست ان انا اكتب التكست اللي انا عايزه. طيب هو قال ان هو بيدعم اللغه العربيه، بس احنا مش هنجرب اللغه العربيه دلوقتي، احنا بالفعل حابين ان احنا نجرب حاجه اخرى. كمثال خليني اكتب نص باللغه الانجليزيه. هكتب مثلا افتراضا انا او هنسخ مثلا افتراضا النص ده لمجرد التجربه. دلوقتي اجي احطه واجي هنا اعمل عندي على جنريت. خلينا خليني اقول لك ان هو في بعض الاحيان ممكن يطول. تمام. بيطول فعلا، الله اعلم لقد يعني لحد قد ايه على حسب جهازك. تمام. طيب هنا لو انت جيت عندك على اللي هو التيرمينال هتلاقي عندك ان هو بالفعل الخطوات اللي هو بيمشيها. كمثال دلوقتي هو 2%، اول لما يوصل عندك مثلا افتراضا من 2% لحد كذا تلاقي عندك ان هو ظهر لاين اخر وهكذا. فهنا انت بتقدر تشوف ان هو بالفعل عدد الثواني، وهنا بتشوف التيرمينال هو بالفعل وصل لحد فين او يعني بيبدا او هينتهي لحد فين. فهنا بتشوف الخطوات بتاعته. كل ما هنا يعني شغال اعرف ان النموذج شغال معاك كويس. لو هنا النموذج معاك مش شغال وبيقطع وواقف بقاله فتره والكلام ده اعرف ان النموذج ده تقيل قوي على جهازك وانت مش لازم تشغله. فاجي عندي هنا زي ما انت شايف ان هو خلص دلوقتي. بص خلص وانتهى عندي. اجي اشوف. We are excited to announce that we have rebranded to Open Audio, introducing a revolutionary new series of advanced text-to-speech models that builds upon the foundation of fish speech. We are proud to release Open Audio S1 as the first model in this series, delivering significant improvements in quality, performance, and capabilities. حلو قوي. تعالى مثلا نجرب دلوقتي اللغه العربيه. هاخد مثلا افتراضا عندي النص ده من ويكيبيديا، فاروح هنا عندي وضيفه هنا اهو، وابدا دلوقتي اعمل جنريت. هنا تقدر ان انت تفتح عندك اللي هو اللهم صل على النبي اللي هو الصفحه دي، بدل ما هي مثلا تكون عندك هنا اهو على البرنامج، لا انت ممكن تدوس هنا عندك على البوب اوت هيفتح معاك على كروم. تقدر ان انت تترجمها لو في حاجه مثلا صعبه معاك، يعني مثلا بيقول لك طول المطالب التكريريه يعني وهكذا الحد الاقصى للرمز والكلام ده كله. فاهمني؟ انت تقدر انت يعني اللي هو درجه الحراره العب في الاعدادات وشوف بالفعل انا اللي يناسبك. مرجع صوتي هنا طبعا اقدر ان انا اضيف مثلا مرجع صوتي لصوتي او شيء عشان ادربه على صوتي، فهنجربها كمان. بس ننتظر عندي لحد ما يخلص. يعني هنا اهو زي ما انت شايف اللي هو عندي شغال تحت، فانتظر عندي لحد ما يخلص. تمام. واضح كده اللغه العربيه يعني بتطول قوي فيه، فزي ما قلت لك ان هو هيطول. احنا شفنا في اللغه الانجليزيه ان هو شغال، في اللغه العربيه للاسف بتطول قوي. وهتشوف عندك ان هنا ما شاء الله واخد من موارد الجهاز بشكل بص. عشان كده بقول لك انت هنا محتاج ان يكون بالفعل جهازك فيه جي بي يو. بص الاستهلاك كله على الجي بي يو، بص 99% بيستهلك جي بي يو. يعني بص عندك هنا هتشوف عندك اللي هو السي بي يو 28%، 30%، 31، يعني حرفيا قاعد بيلعب. الميموري يعني شويه فاهمني. عندك هنا هتلاقي اقصى شيء بيتم استهلاكه هو الجي بي يو. كل ما كان الجي بي يو عندك بالفعل قوي كل ما بالفعل هتلاقي عندك ان الموضوع اسرع وبيعمل كل حاجه انت عايزها. طيب فبالتالي انا للاسف مش هقدر ان انا يعني اكمل عليه لانه بالفعل هيطول جدا، لان انا كمان محتاج اشرح بقيه البرنامج. فاقدر هنا اعمل عندي ستوب عشان اقدر اوقف الشيء اللي انا بعمله. زي ما انت شايف انا دلوقتي وقفت عندي البرنامج. طبعا انا مثلا حابب ان انا اضيف حاجه اخرى، برنامج اخر، اجرب حاجه اخرى. فهاجي هنا عندي بكل بساطه على الهوم زي ما انت شايف. بعد كده اروح هنا رايح عندي على اللي هو ديسكفري، اروح هنا رايح طبعا اشوف بقى عندي اللي هو بقيه
البرامج. هنا عندي البرنامج ده اللي هو بتاع فيس اسمه ايه، فيس فيتسون ده ولا اسمه مش عارف اقراه الصراحه. عموما البرنامج ده او النموذج ده الصراحه جميل جدا، لان انت بتقدر تعدل على الوشوش، فاهمني؟ يعني افتراضا انا شرحته قبل كده عندي في القناه الاخرى اللي هي قناتي القديمه، باختصار اللي هو مش قناتي القديمه بل هي قناه كريزي نت، فاهمني؟ شرحته قبل كده. حرفيا بقدر ان انا اعدل على الوش واغير الملامح زي ما انت شايف، فاهمني؟ حقيقي برنامج جبار. فانت حرفيا هنا عندك بص مليون نموذج، بس فكرته زي ما قلت لك مش هشتغل عند كل الناس، لازم فقط ناس يشتغل عنده، فاهمني؟ يعني او لو لازم يكون جهازك بالفعل كويس، فاهمني؟ يعني قوي. طبعا عندك نماذج بتعمل فيديوهات حرفيا زي ما انت شايف، اللي هو عندك اللي هو الوينتو تقدر تعمل فيديوهات عليه، تمام؟ عندك هنا طبعا كل الناس اللي استخدموه، عندك مثلا هنا اهو كل الناس استخدموه، بس الفكره ان انت محتاج جي بي يو قوي يعني، بس هي دي النقطه، يعني محتاج جي بي يو قوي. وبس خلاص، ده كان الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتم منه. اي سؤال تحت، اي حاجه اطلبوا لي تحت في التعليقات، ان شاء الله هرد عليك. لو عندك اي سؤال اي شيء قول لي، وخير ان شاء الله. اشوفكم على خير بقى باذن الله فيديو جديد، ومع السلامه.